وباش حنا مواطنين ولا حقوقنا قوانين وباش حنا مواطنين ولا حقوقنا قوانين البراكة والفراشة وعكاشة وراس الحومة واك على فضيحة والفساد عطى الريحة واك على فضيحة والفساد عطى الريحة اعتقالات بالمجان ومن طبيعة النظام وهذا الفضول وتهاب. احنا اليوم في هذه الوقفه احتجاجيه تضامنيه مع السعيده العالمي تزامنا مع جلسه محاكمتها ان ما تعرض له السعيده العالمي هو جريمه بحق المراه المغربيه. السعيده العالمي المره الثانيه تعرضت للاعتقال، ولكن هذه المره تعرضت للاختطاف اللي هو خارج القانون، لم يتم استدعائها. السبب اعتقال السعيده العالمي هو الاراء ديالها، هو المواقف ديالها، هو التضامن مع جميع القضايا المظلومين، هو دفاعها عن قضيه الكرامه والحريه. الاعتقال ديال السعيده العالمي فيه نقاش كبير وفيه خروقات لخرق المواثيق الدوليه والمسطره القانونيه، كما جاوا المحامين في الدفعات الشكليه ديالهم اثناء جلستها قال بينوا جميع الخروقات ديال الضابطه القضائيه، ديال محاضر الضابطه القضائيه اللي فيها خروقات لا في الشكل لا في المضمون لا كل شيء. اليوم كاين واحد الحمله دوليه لمطالبه باطلاق سراح السعيده العالمي. السعيده العالمي هي صوت الحريه، هي صوت المراه الحره اللي كتدافع على هذا الوطن. حنا اليوم كنشوفوا الوضع السياسي في البلاد، الوضع السياسي لا يبشر بخير، من احتقان ومن ركود اقتصادي ومن اعتقالات تعسفيه ومن اقبال الاصوات الحره لهذا الوضع في البلاد لا يبشر بالخير، والسبب ديالو هو هذه الاعتقالات التعسفيه واقبال الاصوات الحره. بين منظومه الفساد هي فوق القانون، منظومه الفساد اللي اختلست المال العام اللي لا حاسب ولا رقيب. حنا كنقولوا اليوم الحريه للسعيده العالمي، وهذه المحاكمه السعيده العالميه هي محاكمه للتاريخ وهي محاكمه المراه الحره. عوض تكريم المراه بكرامتها وبحقوقها يتم الزج بها في السجون، وان اليوم اصبحت قضيه السعيده العالميه هي قضيه وطنيه ودوليه يتبناها جميع الاحرار. منذ البدايه لاحظنا شيء واحد، هو نوع من الارتباك ناتج على تغيير هيئه القضاء للمره الثالثه تواليا. المحاكمه ديال السعيده العالمي محاكمه يمكن نقول نقدر نصنفها في اطار المحاكمه ديال تضييق الحريات واخراس لكل الاصوات الحره. المحاكمه ديال السعيده العالميه هي محاكمه لحريه التعبير. ربما نحن كحقوقيين نعتبر المحاكمه ديال السعيده العالمي للمره الثانيه بعد اقل من سنه على خروجها من المعتقل بعفو ملكي، نعتبرها وصمه عار على جبين الدوله المغربيه التي ترأست في المده الاخيره، ترأست الجمعيه الدوره ديال الجمعيه الامميه لحقوق الانسان، اضافه الى ان المغرب ضرب كل المواثيق والمعاهدات الدوليه في هذا الخضم. نقول بان كفى من الاعتقالات السياسيه، كفى من تضييق الحريات. اطلقوا سراح جميع المعتقلين السياسيين، معتقلي الريف، معتقلي جميع الحراكات. كنظن آن الوقت للتصالح مع الشعب المغربي. امام المحكمه الابتدائيه بعين سبع بالبيضاء. المناسبه هي جلسه من جلسات محاكمه السعيده العالمي. عندما يحضر الجسم الحقوقي الى اي محاكمه فهذا يعني ان المحاكمه سياسيه، هذا يعني ان المعتقل يتابع على رايه وعلى مواقفه، يعني ان المحاكمه تشوبها اختلالات من حيث شروط المحاكمه العادله،
وهذا يعني أن القضاء يعاني من عدم استقلالية. كل هذه الاعتبارات الأربع تحضر في محاكمة سعيد العلمي التي نعتبرها معتقلة سياسية، والتي اعتقلت على آرائها وعلى مواقفها تجاه السياسات العمومية في يعني عندما انتقدتها، وكذلك نعتبر على أن هذه المحاكمة مختلة من حيث شروط العدالة، بدءا من طريقة اعتقالها وانتهاء بمتابعتها بقانون المسطرة الجنائية عوض متابعتها بقانون الصحافة والنشر. لهذا نحن في هذه الوقفة نطالب أولا بالإطلاق الفوري لسعيد العلمي، ونؤكد على حقها في التمتع بقرينة البراءة، ثم كذلك نطالب كذلك بمحاكمتها وفق قانون الصحافة والنشر عوض متابعتها بقانون المسطرة الجنائية، لأنها حتى محاضر الضابطة القضائية تؤكد على أنها تتابع من أجل سلوينتها. ثم كذلك نؤكد مرة ثانية على أنه ينبغي تحييد القضاء من كل المحاسبة السياسية، وينبغي تحييد القضاء وجعله مؤسسة يعني آمنة يلجأ إليها المواطن يعني من أجل الحقوق، ولا ينبغي توظيفها في تصفية الحساب السياسية. أخيرا وليس آخرا نقول على أنه لا بد أن تتوحد كل القوى الحقوقية والسياسية والاجتماعية في مواجهة هذه الردة، في مواجهة هذا التردي في مجال الحريات والحقوق، لأن اعتقال مواطن أو اعتقال مواطنة بسبب آرائها هو اعتقال للحرية واعتقال للكرامة واعتقال للعدالة، والتي بدونها لا يمكن أن نتصور أو نتخيل تقدم أو تنمية. لذلك نطالب مرة أخرى بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بدءا من معتقلي حركة الريف والناقب محمد زيان وكل المعتقلين الآخرين، وإلا إن استمرنا في هذا الأمر يعني البلد يعني يسير إلى إلى الفراغ. ثم نقول على أنه لا بد من إحقاق من مدخل حقوقي حقيقي لكي ندخلوا يعني المجال.